تشتري ايفون 15 برو ماكس ولا 13 برو ماكس في 2024؟ اولا هنتكلم على السعر، وعشان ما فيش 13 برو ماكس جديد فاحنا النهارده هنتكلم عن سعر الموبايلين مستعملين. سعر ايفون 13 برو ماكس مستعمل نسخه ال 256 جيجا بتكون من 39000 جنيه لحد 41000 جنيه على حسب الحاله، وال 15 برو ماكس 256 جيجا مستعمل هيكون متوسط سعره من 50 ل 52000 جنيه. ونيجي دلوقتي لنقطه التصميم والوزن. ال 15 برو ماكس معمول من التيتانيوم وده بيديله وزن اقل بكتير جدا، وكمان مع حواف منحنيه اكتر من ال 13 برو ماكس بيخلي الموبايل اسهل بكتير جدا في المسكه. وبالنسبه للمعالج فال 13 برو ماكس بيجي بمعالج A15 بايونيك، اما ال 15 برو ماكس بيجي بمعالج ال A17 برو. طب ده هيفرق معاك في ايه في الاستخدام؟ اول حاجه مميزات الذكاء الصناعي اللي ابل حطتها في تحديث iOS 18 الجديد، دي ما بتشتغلش بس غير على ال 15 برو وال 15 برو ماكس، فالمميزات دي انت مش هتلاقيها في ال 13 برو للاسف. وكمان العاب البلاي ستيشن زي ريزيدنت ايفل 4 او اساسيان كريد ميراج دي هتشتغل